احنا الحاج محمد بن صالح تعاملنا معه في ميدان السينما، تعاملنا معه، كان دار لنا محاضرات، وكان معاه يخدم مع المحافظه الساميه الامازيغيه ثاني. كنا تلاقينا مع عده مناسبات اللي نظمتهم المحافظه الساميه الامازيغيه، وكان عاد لينا الشرف باش نتلاقوا مع استاذ يعني في المستوى عالي، والله يرحمه. كان توجور يقول لنا لي جون تعلموا، كان باش يعلم لي جون باش يدخلوا في السينما، باش يديروا محاضرات، باش يعرفوا التاريخ تاع الجزائر. سي محمد الله يرحمه الحاج بن صالح فريمون كي نتفكروه يعني ستيمبيرت بور اورون، ستيمبيرت بور اورون، باسكو كان قادر يزيد يمد بيد الله غالب المرض اللي اثر عليه الله يرحمه. كانت عندنا علاقات طيبه معاه، وكنا توجور ما عندوش يعني خلفيات، ولا ما عندوش يعني استدير هذاك تاع الجهه، ولا انسان وطني يحب. واش نقول على بن صالح الله يرحمه؟ C'est une perte, encore une fois, on a perdu beaucoup d'amis. هذا ثاني الأنيام اللي رحنا خلانا، بصح راح خلا موراه beaucoup de choses. Il a animé des ateliers تاع السينما. Il a participé au festival de cinéma d'expression en Azir. دونك وين انا كنت درت معرفه معاه في الاخر في الفيستيفال دو فيلم امازيغ. دونك اون سي كونو، اون ا في اون كونيسونس. سي كيلكان دو تري اوفير، كيلكان دو تري كولتوري، il a une culture générale assez poussée. C'est quelqu'un qui veut du bien, il est culturaliste. Donc il a fait pas mal de conférences. أنا شخصيا أعرف الفقيد في الوسط الإعلامي. بن صالح الله يرحمه مثقف، رجل متميز من ناحية الأخلاق نتاعو، من ناحية علاقته مع المجتمع مع الآخرين، لكن أيضا متميز بفكره. قلم نقدر نقول لك هو قلم من الأقلام، ناقد كبير خاصة، وباحث أيضا في الأنثروبولوجيا السينمائية إن صح التعبير، لكن ناقد كثير أكثر في المجال السينمائي. عنده عدة أعمال المفروض أنه يذكر تاريخي يذكروا عليها، وبالتالي اليوم فقدنا واحد من أعمدة الثقافة في وهران، ونقدر نقول في الجزائر وحتى في العالم ككل، لأنه أصداء تاعو الأعمال تاعو كانت توصل صداها حتى لخارج الوطن. عزاء الأسرة المثقفة في وهران، وعزاء أيضا العائلة تاعو. هذا الشيء اللي نقدر نقوله.